السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم والمساء. حديثي معكم الليلة عن صحابية جليلة، الربيع بنت النضر، وهي أنصارية من بني عدي بن النجار رضي الله عنها، وهي أخت أنس بن النضر رضي الله عنه، وكانت امرأة عاقلة، وكان أخوها أنس يحبها حبا عظيما. استشهد ابنها حارثة رضي الله عنه في يوم بدر، فلما رجع المسلمون علمت أن ابنها قد قتل، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في الأخرى ليرين الله ما أصنع. يعني من البكاء والعويل. وهنا نقف وقفة، لاحظ، ما قالت وإن كان في النار، قالت وإن كان في الأخرى. وهذا فيه درس من دروس هذه السير التي تنفذ وتتخلل إلى الناس بدون استئذان، هكذا يستنبطها الناس من خلال صفحات السير، أن الإنسان ما يقول الكلمة الشينة، يعني الكلمة السيئة ما يذكرها. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لاحظ، الله سبحانه وتعالى ما قال الحسنى، قال التي هي أحسن، يعني أفضل ما تستطيع أن تقوله انتقل الألفاظ الطيبة وقلها. وهذا أمر سبحان الله نشاهد ونلمسه حتى عند كبار السن الذين ما تعلموا في المدارس وكذا، لكن تعلموا في مدرسة الحياة أن الكلام الشيء ما يقولونه. يخبرني والدي رحمه الله ورحم أموات المسلمين، يقول: كانت جدتي من أول حنا صغار إذا أرسلتني إلى مثلا بيت فلان، ومثلا لقيت الباب مسكوك، يقول أرجع وأقول لها مثلا: حصلت الباب مسكوك. تقول: لا تقول مسكوك، سكت الباب، ما هي زينة، قول لقيته مردود. شوف كيف الملاحظات هذه ينتقون أطايب الكلام. وكذلك ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يقول، وذكر أمور يعني من التي تجعله يحب الدنيا، ذكر منها يقول: ومجالسة أصحاب ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب التمر. نرجع إلى الربيع رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إن كان حارثة في الجنة صبرت، وإن كان في الأخرى ليرين الله ما أصنع. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أم حارثة، أهبلت أجنة واحدة هي؟ بل هي جنان، وقد أصاب حارثة الفردوس الأعلى. فهدأت نفسها لذلك وسكنت رضي الله عنها. وفي مرة من المرات حصل موقف فكسرت الربيع ثنية امرأة، والثنايا هي هذه المقدمة الأسنان، فعندما كسرت ثنية المرأة طالب أهلها بالقصاص، وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا الدية، وقالوا: يا رسول الله، نريد أن تكسر ثنيتها كما كسرت ثنية ابنتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقام أنس بن النضر أخوها قال: أو تكسر ثنية الربيع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حكم الله. فقال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لا تكسر ثنيتها. وكلام أنس رضي الله عنه ليس اعتراضا على حكم الله، ولكن كلام يعني جرى يعني غصبا عليه، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قام عمر يهدر ويقول: والله من قال أن رسول الله مات لأضربنه بسيفي هذا، إنما هو ذهب لقاء ربه كما ذهب موسى. وهذا كلام أحيانا يغلب على الإنسان العاطفة ولا يستطيع أن يتحمل الموقف، فهو ما يستطيع أن يرى أن أخته تكسر ثنيتها. فأخذ أنس يقسم ويقول: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فسبحان الله، في هذه اللحظة ألقى الله في قلوب أهلها الرحمة، فقالوا: يا رسول الله، عفونا عنها. هكذا سبحان الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وتعجى من ذلك، ثم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وكان منهم أنس بن النضر رضي الله عنه. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وألحقنا وإياكم بركب الصالحين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.